خلاص كده حلو والله. طب ودي؟ دي كنكه لوحدها. دي كنكه جايه لك. لازم على الرمل برضه. لا على البوتاجاز. شغال على النار عادي؟ صور الصفحة والله منزلاهم يعني. بس اكتب اسم المحل بقى هنا بقى. اكتب اسم المحل هنا. انا مش قدام. ما تتكلمش قدام. مش دعوة انت كمان. مش اليافطه بتاعتكم اللي هي محطوطه دي؟ لا بس قولي محل حمد الخضري في وسط البلد. محل حمد الخضري. حمد الخضري الصعيدي في وسط البلد قبال الألماوي. واللي عايز حاجه بس يروح يقول ان هو من طرف ام محمد. خلاص ماشي. قولي تاني كده. محل حمد الخضري الصعيدي في وسط البلد امام الألماوي اللي في وسط الفسخان الألماوي اللي في وسط البلد. وفي خصومات. خصومات لام محمد. في خصومات لام محمد هي من طرف ام محمد بخصم. خلاص ماشي والله حاضر. هنا في غرب مطلب السيراميك وهنا الاولى للخزف. وطعم السجاير الاصلي وطعم الشاي المستورد. قولي شويه قولي. عند ده طعم سيراميك بخار سيراميك مطلب السيراميك ماشي. وعند اللي هو مطلب الخزف العادي تمام. وعند القلايات المطليه بالسيراميك. وعندي طعم القهوه التركي لوحده وطعم الشاي التركي لوحده تصدير ماشي. وعندي الجوله للقناوي اللي هي المريحه الغاليه. الجوله الجميله دي. ده ما كانتش زمان الجوله دي. دي قناوي. بس كانت قناوي. كانت قناوي بس ما كانتش دي بتاعت زمان. ما كانتش هي دي. مدلعين الجوله لليومين دول يا جماعه مش زي ايامنا زمان. والله فعلا. والكلمه للفخار اهو. الكلمه للفخار يا جماعه اهو يا حبايبي. ما شاء الله. حاجات زي بس. صينيه خزف جنبه مطليه برضه بالسيراميك. عزومات مكرونات محاشي حاجات من دي. وفي جنبه برضه دي برضه. ودي مجات الشوربه. القرآن بس اللي عايزين محبوب طبعا ونشي عليه. دي الارانب على حدي؟ عاوز للارانب؟ ما انتش عاوز؟ خلاص ما شاء الله ربنا بس ايه يرزقك واي حد. والله انا كنت بشأل الجماعه التانيين ناس ياما والله من تبعي بس يعرفونا بس ان ومجات الشوربه ما شاء الله. اشكال ما شاء الله. والله تشوفوهم فعلا ما تقولوش فخار. اللي يشوفهم ما يقولش فخار. ما شاء الله ما شاء الله والله حاجات بصراحه ربنا يعمل. مثلا الصواني يعني هو لو عايز طقم كامل العروس عايز طقم كامل الطقم على بعض. بيبقى السيراميك بيبقى طقم على بعض. بصوا يا جماعه والسيراميك اهو عشان محدش يقول ايه ان هو مش سيراميك. وده طقم بقى الحلل الكامل بتاعه اللي هم يبقوا 3 حلال دول كده طقم. طقم الحلل يا جماعه. ده بصي اللي هو ده توزيع حراري. اللي هو دي كده توزيع الحراري. توزيع الحراري. نظام توزيع الحراري. والمجات الشوربه والله اللي تحفه جميله حاجات ما شاء الله. الطقم ده كده الصحي بقى. انا كنت واخده منه بريمه للمكرونه ما شاء الله بصراحه ربنا. هو بص فاهمه الطينه جبلي الطينه بتاعته حلوه ما فيهاش اي دهان خالص. يعني الناس اللي عايزه تخش ايه حاجات صحيه قوي. في منه اللي هي البريمه اللي بتاعت المكرونه الصغيره. في منها بس بينزل منها كبير وصغير. انا كنت واخداه من صغيرين. الصواني بتاعته ما شاء الله. لا انا هاجي باذن الله اخد لي واحد من ده وواحد كبير وواحد صغير للحاجات ديت
للكوارع. للكوارع يا احمد. الكوارع. يا احمد كوارع. بتاع الكوارع دي. كنت عامله له الكوارع فيها بصراحه ربنا كان لسه برضه شوفوا عليا. برضه ده طعم صينيه بغطا. ما شاء الله. في افو من غير غطا. ايوه انا عارفه ان في طقم بغطا وفي طقم من غير غطا، اللي هو فوق ده من غير غطا. لا ده البرام الجامبو، لو بتاع برضه برام غير الصينيه دي. دي الصينيه ده برام. ما شاء الله. الصواني يا بنات، يا اللي عاوزه جهاز وعاوزه حاجات عند ام ملك، عند حمد السعيد. جميع بصوا معاكم تشوف بقى. مفيش واحد على حد. دلوقتي المكان بالظبط في الشارع الكبير. في الشارع الكبير جبل الجلماوي. قصد الجلماوي. هات انت بس ياخد القلم ده اهي. اهي ما شاء الله كده انتوا عرفتوا المحل اهو في سيدي سالم. حاجات ما شاء الله عشان الإضاءة. كنا في المسجد. والله يا حبايبي اللي عاوز بس جهاز عروسة يجي ياخد من عند أم ملك. بس مالوش دعوه. يجي وأم ملك هتعمل له خصومات ما شاء الله يعني. ام محمد ده خصم إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله. دي حاجات الريف بقى. ايوه حاجات الريف اللي هي الفرن بتاعت زمان، الحاجات البلدي، الفرن البلدي اي نار شغال. شغال ما شاء الله. الكلمن اللي عجبني والله بصراحة ربنا. وجاهز يعني معاه الحنفيه، مش بيجيب اي حاجه من بره. بحنفيته بشغله كله. دي في الصيف بتلاقي الماء تلج. بس هو عنده في رمضان للعصاير. للعصاير. مثلا عزومه. سمحتوا يا حبايبي، حبايب ام محمد ومتابعين ام محمد، اللي عاوز حاجه هنا يجي عند ام ملك حمد السعيد قصد الجلماوي، يجي اللي هو عاوزه ياخده، وهتعمل لكم خصومات وعروض ان شاء الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البريمه العاديه، البريمه الفخار بتاعت زمان اهي، كل حاجه. المجال الفخار بتاعت زمان، علافات الارانب، كل حاجه عندها، كل حاجه ما شاء الله. حطوا اللايك بقى وادعموا القناه عشان تتفاعل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.